لو انت صابر بقالك سنين شهور ايام على حاجة معينة وبتسعى فيها جدا جدا بكل مجهودك ومفيش اي حاجة بتحصل، محتاج تكمل الفيديو ده للاخر. اكتر قصة تهون عليك وانت في الوقت اللي صابر فيه وعمال بتجاهد وما بيحصلش اي حاجة هي قصة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس نبي ربنا سبحانه وتعالى امره يروح يدعو ناس للتوحيد في قرية اسمها قرية نينوى. نينوى دي في العراق. فسيدنا يونس لبى أمر ربنا سبحانه وتعالى وراح يدعوهم، وفضل ينذر قومه 30 أو 33 سنة على اختلاف الروايات يعني، وما كانش حد بيؤمن. يعني في روايات بيقولوا انه ولا حد امن، في بيقولوا لك انه 2 امنوا يعني. فخلاص كان تمام. فاللي حصل انه هو انذر قومه بعذاب هيجي بعد 3 ايام، وخرج سابهم ومشي، بس سابهم من غير امر من ربنا سبحانه وتعالى. ولما سابهم كانت بعد ما سابهم يعني بداية العذاب بدأت تبان. يعني بدأ كده يجي في السماء كده زي سواد، لدرجة ان اسطح بيوتهم بقت كلها سودة. فخافوا جدا وعمالين بيدوروا على سيدنا يونس، مش موجود، خرج بقى مشي. فبالتالي قعدوا يسألوا كده لحد ما بدأوا يؤمنوا بالسيدنا يونس كان بينذرهم بيه، وتابوا لربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله المدينة كلها أمنت بسيدنا يونس عليه السلام بعد كل السنين دي، بس آمنوا. فعشان كده انت مهما تأخر عليك اوعى تيأس، اوعى تيأس تماما. على اختلاف بقى روايات كل واحد فينا. يعني ممكن حد أصلا بيطلع على السوشيال ميديا وبيقعد يعمل محتوى يرضي ربنا سبحانه وتعالى، محتوى تعليمي مش بيوصل. اصبر وكمل. لو مثلا واحدة بتدعي لبنتها وبتدعوها دايما وكده بالهداية ولسه ما حصلش حاجة، اصبري. لو انت دعائك عمال بتدعي بقالك كتير قوي بس لسه ما حصلش اي حاجة، اصبر. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. مش احنا كتير بنقول انا عماله ادعي بس اصلا ما بيحصلش حاجه؟ وانت عمال تدعي ومنهار وعمال يعدي الايام والشهور والسنين، ربنا سبحانه وتعالى بيدبر ليك الامر واستجابه الدعاء. ولكن اوعى بقى تستعجل، لان احنا اوقات خلاص بيكون يعني ده الفرج نازل خلاص، فانت تقوم قايل انا بقالي كتير قوي بدعي، فتسيب الدعاء. فتخيل نبتة عمال بتسقيها وبتهتم بيها وخلاص كانت طالعة، خلاص حتى لو اتأخرت شوية بس خلاص كانت طالعة، قمت انت سبت فماتت. فاوعى تعمل كده، كمل في الدعاء وخلي عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مجيب وهيدبر امرك وهيريح بالك. فاطمن.